للمجد والعلياء نسجد لخالق السماء. وارفع الخفاق أخضر يحمل نور المصبر مجد الله أكبر يا منطلي. على رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، أسعدتمونا وشرفتمونا بتكرمكم علينا بالحضور والمساهمة والمشاركة لإنجاح هذه الفعالية التي الحمد لله سعيدة بتواجدكم فيها. معكم محمد عبد الله خيت من جمعية رئيس مجلس إدارة جمعية رئيس مجلس الإدارة تخدم ذوي الإعاقة وأسرهم في مجالات عدة، منها التمكين ومن أهمها والتأهيل والتوعية. وبجهودكم ودعمكم بإذن الله الجمعية تلقى النجاح وتستمر فيه، وشكرا. طبعا احنا اليوم في حفل المعايدة لرفقاء النجاح الإعاقة. حابة تتكلم لي عنك؟ تفضل. أنا عبد العزيز الجاني، موظف مع هذا جمعية رفيق النجاح خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. نسعى لتوظيفهم وتمكينهم بين المجتمع وبين سوق العمل، ونطورهم التدريب عشان يتمكنوا يتحققوا في سوق العمل، سواء ما كان تدريب منتهي بالتوظيف أو إنه تدريب فقط، أو إنه تدريب وتوظيف ويصير إنه نفس الجمعية مستفيد فيها، سواء إنه كان من ذوي الإعاقة الذهنية أو البصرية أو من أي كان أي إعاقة. طيب أنا حابة أسألك إيش الوظائف اللي ممكن ينعطى لها؟ هي سكرتيرة أو إنه إدارة مكتبية أو إنه في عدة، مو حددت محل واحد، فالإنسان اللي ينحط فيه يتدرب مرة مرتين ثلاث مرات راح يطلع محترف أحسن من الشخص. أكيد أكيد، هذا ما في كلام فيه أصلا. سبحان الله، ربي أخذ منهم شيء وأعطاهم شيء أحسن منهم. ذوي إعاقة طيب. سبحانك ربي. وموظف من الجمعية نفسها، فالحمد لله من أسبوع بس تمكنت من الشغل كان، يعني تعرف الشغل زي تقارير، كيف تكتب تقرير، كيف هذا. وزي اليوم، هذا اليوم أنا كتبت تقرير قبل بداية الحفل بساعة وربع ساعة، ترسل الأستاذة ويا رب لك الحمد. يعني ما هذا من ذوي الإعاقة، من ذوي الإعاقة العقلية، فالحمد لله أنا من بعد دخول الدورة التدريبية ودخلت دورة وهذا الحمد لله الآن موظف لدى الجمعية مع الله يقويك يا رب. وجدا فرحانة ومبسوطة إنه أنت معانا اليوم وأبهرتنا ووديتنا إنه حتى المعاقين حيقدروا يشتغلوا، نقدر نتعامل معاهم في كل الوظائف تقريبا. فالإنسان المعاق مو بالشكل أو بالجسم، فمعاق اللي يحس إنه هذا مو نفس الثاني، فهذا نسميه الصاحي، نسميه معاق، والمعاق نسميه شخص ثاني. الله يديك العافية، ما قصرت ومرة شكرا. اليوم في حفل الإعاقة معنا الثنائي، تفضلوا عرفوا عن حالكم. محمد السوادي في الصف الثاني ثانوي ما شاء الله. وصاحب عبد المجيد في الصف الثاني ثانوي. طيب تكلمونا عن نفسكم. أنا أحب مجال التقنية ومساعدة الناس، وأفكر إن شاء الله إني أطور في المستقبل أشياء تساعد الناس المحتاجين ذوي الإعاقة، الناس المرضى، فيكون عندهم مساعدات. ما شاء الله حبيت. أنا محب الكمبيوترات وبتخصص الأمن السيبراني، وأنا أتمنى أتطوع أكثر عشان أساعد الناس ذوي الإعاقة. شكرا لمبادرتكم وشيء مرة رائع، مرة جميل لكم انتوا الاثنين، واتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. حياكم. انا اليوم ابغاك تتكلمي عن احساسك كحفل للمعاقين، معايدة للمعاقين. طبعا جدا احنا اليوم احساس جدا رائع ان احنا يعني قدمنا هذا الحفل، الجميع مبسوط واحنا مبسوطين كمان، والحمد لله انه الحفل معايدة لذوي الإعاقة، إدخال السرور والبهجة لهم. طبعا هذا أهم شيء. الحمد لله الحمد لله، يعطيك العافية. جي هذا وأنتوا عازميننا عليه زي كذا، مرة انبسطنا، لأنه من أولوياتنا دائما
حقيقي. اكيد احنا لأنه موجودة سبحان الله جميعاً ربي خدمتهم الحمد لله في كذا مجال، وعندنا خدمات تقدم لهم، فالحمد لله. هم في النهاية ربنا ما أخذ منهم شيء وأعطاهم شيء ثاني، يعني مميزين، مواهب جدا جميلة. إن شاء الله مع الجمعية يعني نبرز هذه المواهب بإذن الله. بإذن الله. أنا بصراحة شيء جدا حلو في المجتمع، حلو إن إحنا نظهروا عشان في النهاية إحنا نتعلم منهم بصراحة. صحيح فعليا. لأنه هم من النوعية الأكثر شيء فيهم صبر أكثر مننا إحنا. ومعطائين جدا. الله يديك العافية. الله يعافيك، شكرا لك. حياك.